السلام عليكم اخواتي وحبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه خارج مصر وداخل مصر؟ والنهارده الفيديو بتاعنا مش فيديو نش، وهننزل نشوف السلاكه النهارده ونشوف ايه اللي حصل فيها وبتاع، ونتفرج على بعض عن حمامتين ان شاء الله، وان شاء الله هيعجبوكم. وفي كام زغلول كده طالعين ان شاء الله ننزل نتفرجوا عليهم. واعملوا لنا لايك وترفعوا زر الجرس يا اخواتي. وان شاء الله المسود ده انا هبيعه، واللي عاوزه يقول لي. فرد الحمام ده اطول من كده بس ديله مطعون. اول ما هيخلص رمي هتلاقي فرد الحمام ده اتسرح وبقى حاجه تانية. بص عظمه عامل ازاي وضربه. تعال قرب اهو. فرد حمام بيتكلم عن نفسه اصلا اهو. اللي عاوزه برضو يرن علينا. والكاميرا والله ظلمها، ده حاجه جامده والله. فرد حمام جامد. ولو عاوزه لو حد عاوزه يرن علينا اهو. تعال صوره في الباقي. تعال ننزل تحت نتفرج على السلاكه. افصل اهو من قدام السلاكه اهو. هندخل دلوقتي السلاكه نشوف الدنيا فيها ايه. تعال خد. والله كان في قبلها بنفسجي كان حاطط على وش السلك دوت، بس ملناش رزق فيه. ايه بس ما كلوش العلف. سيبه لهم هياكلوه. بس دول بس اللي كلوه. بصوا كده معانا الزغلولين بالصلاة على النبي. نزلتهم برضو في فيديو مصغر ما حدش عارف نوعهم. دول يا اخواتي ذرة قطيفة اهم. صور اهاليهم. وربنا يبارك للجميع في حلاله وحاجته. تعالى هنا. تعالى هنا صور القص ده. لسه دي برضو السلاكه دي لسه جديدة اصلا. بالصلاة على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. بص بسم الله ما شاء الله. بص عظمته. كله يصلي على النبي في كومنت. اهو ابوه اهو امه. استوى على قده يعني، بس الحمد لله. لا مستوى متوسط، مش اللي هو على قده يعني. مستوى متوسط كويس. واللطقاتي دوت طبعا عملناه تحضين على النتايه الاستراليه ديت. عملناه تحضين وان شاء الله هنحطهم تحتيهم حصويتين مسعود من القص اللي فوق. والسلاكه دي انا اشتريتها جديده دي اهي. السلاكه دي لقينا روبيكيا معدي بيها في الظاهر، قمت مشتريها منه. السلاكه دي لقينا واحد بتاع روبوبيكيا معدي بيها، رحنا مشترينها منه. والله احنا مش عارفين سعرها. احنا اشتريناها بكام يا عامر؟ ب 120 جنيه. لا 150. ب 150. اشتريناها ب 150. لو السعر حلو يا ريت تقولوا لي في التعليقات، عشان والله انا ما اعرف سعرها. انا اول مره اجيب سلك اصلا. انا طول عمري بربي في بيبان خشب، فاول مره اجيب السلك. فلو حد يعرف سعرها يكتب لي في كومنتات. واحنا دلوقتي اهو نحط للقصوص. هي دي الكلفه بتاعتنا 16 جنيه. 16 جنيه. بص نصها تراب. بس كلفه كويسه يعني، مش وحشه. ماشي الحال. خشنه كويسه بس الصفرة فيها على قدها، بس حلوه. هتعمل ايه يعني؟ بص والله. بص الحمام بيرمي الصفرة. بص الحمام رمت الصفرة. مؤاخذة بقى على المنظر، بس الحمام بص رمي الصفرة ما باكلهاش. ما حطيت لهمش ليه بتاع ده ايه العلف؟ لا ما بالليل بس. هما ياكلوا الصبح كل فيزقوا، وبالليل ياكلوا برضو يزقوا. احنا يا جدعان
الرجاله لسه جايبين العلف امبارح، جايبينه عشان بتاع ده، جايبينه برضه عشان الزغلول يشد حيله كده، الشاسيه يفرد ويشد حيله قوام قوام، عشان انتوا عارفين بقى الكلفة غالية المساوي كمان مش هيجيبوا خشن كويس عشان ما يطلعش مطعون زي اللي فوق. بس وهم فاهم زي ما انت شايف كده، انا ما عنديش اسوس زق، نخلي الاسوس هي اللي تزق عيالها. انا مش ما حدش الايام ديت في غلو الكلفه ديت، ما حدش هيجيب تحضين خالص. فانا مش جايب تحضين، انا سايب هو بس ربنا خلق كل فرد حمام يزق ابنه، حتى الصافي يزق ابنه، هو ربنا خلق. بس هو الجشع بتاع الناس وعايزين يعملوا فلوس من ورا الحمام دوت، فجابوا له تحضين وبتاع عشان بدل ما ينتجوا زغلولين ينتجوا 6 7 زغاليل. هو ده اللي خايب الحمام مش اكتر، لكن اي فرد حمام بيزق. ربنا خالق اي فرد حمام بيزق عشان ياكل عياله. الصافي بيزق ان شاء الله هنجيب دكر بوازه. المساويت بتزق، البلق الخضر بيزق، والبلق قشر بنادق كله بيزق. بس احنا اما قبل ما الناس ما تغوى الحمام ده كان بياكل عياله ازاي؟ لو ما كانش بياكل حمامه كان الصافي انقرض، كان اللبلق انقرض، كان المسود انقرض. اي طير ربنا خلقه بيزق عياله. طبعا وهو عملت نور جديد اهو للسلاكه وبتاع، عملنا نور جديد اهو للسلاكه كمان عشان نبقى نطلع برضو نصور لكم بالليل. بنطلع بالليل على الساعة 9 في السلاكة هنا، بنأكل ونبص برضو على الزغاليل ونبص على عشان لو في حاجة نلحقها الكلام ده. زغلول مش واكل كويس نساعده احنا، وبنطلع برضو نأكل الدكورة فوق. الصبح طالع النهارده من شوية قبل بنفسجي هتطلع الحتة دي من بره. يلا الحمد لله راح لصاحبه عرفت صاحبه، لو جه تاني هاخده واديهوله ان شاء الله. هناخده نديهوله برضه عشان ايه؟ عشان في ناس بتقول علينا احنا دكيكه، بس احنا ما بندكش حمل حد، والحمد لله عينينا شبعانه. وان شاء الله تنتظروا اخر الموسم دوت الاوله بتاعتي اللي هجيبها الجديده ان شاء الله. اولها هتكيفكم وهتعجبكم من بورسعيد من اخواتنا ان شاء الله باذن الله. بدايه النتي ويا ريت والله، يا ريتني ما كنت بعت النتي. انا منزل اكتر من 12 نتايه من الحمام اللي فوق ده، يا ريتني ما كنت بعتهم. يلا هو النصيب، يلا نصيبهم. اول نتايتين منهم اهمت و2 4 وبعت الباقي والله نصيب. يلا الحمد لله. وباذن الله بقى لما ننزل فيه قص فوق مساويد تاني، في قص فوق هنزله تاني، وفي قصين فوق مساويد لسه بقى هننزلهم، هنحطهم هنا وهنجيب للنتايه البوازه دي باذن الله هنجيب لها دكر برضو، ناخد منها برضو زغلولين للشتاء الجاي. والله اخواتها كانوا جامدين، كانوا جامدين وكانوا مش عارف ايه اللي خيبهم كده. هم اتعكشوا يا عم. الحمام دوت اتعكشوا بعيد. الحمام ده مشي نزل البراجيل. انا ناف كبرى ابو اميره، الحمام ده نزل البراجيل. يعني شوف كم محطه. واحد جاي اتضرب لي في اليوم ده 3. اخر واحد جاي لي من الظهر جاي لي المغرب بتقول الله اكبر. اخر واحد جاي لي بوازه قعد اسبوع اجري في وسط الحمام، بقى يطلع يخبط في وش الحمامتين لغايه ما اتضرب. فرد الحمام ده هو الحمد لله هو نصيبه. وديت اختهم، برضه هم كانوا 3 من قص واحد، من واحد حبيبنا كده في بلاق كنا واخدينهم منه، باع القص والنتايه دي هي اللي فضلت. وان شاء الله تعملوا لنا ان شاء الله اللايك وترافع زر الجرس والاشتراك يا ريت، اهم حاجه كده عشان نعلى مع بعض ونعمل لايفات وتبقى فيديوهاتنا احسن من كده بكتير ان شاء الله. وانتظروا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي.